واحد يقول لك عن انها قويه وانها أيوة تدافع عن مصالحها وانها تدافع عن مصالحها مفيش دوله قويه عسكريا في العالم كله تعمل استعراضات في الشوارع وكل شويه تعمل صاروخ في التلفزيون. نعم. مفيش الا دول العالم الثالث. وعندنا حاله كوريا الشماليه حاله شبيهه، يعني حاله كوريا الشماليه الحاليه نعم. حاله شبيهه. نعم. عنده ازمه في الداخل وعايز يورث ابنه. نعم. قصه كده طويله، عمل مشاكل وطلع من السداسيه وعمال يعمل مشاكل في هذه المنطقه. نعم. يعني هنا القضيه الايرانيه هي قضيه والامريكان يعلموا هذا وبيستفيدوا. نعم. كل الخط اللي بتعمله ايران اذا هديك نقطه بسيطه. مبيعات الاسلحه، نظم الدفاع اللي بينباع للمنطقه العربيه لا تصلح الى مقاومه الاسلحه. انما كل ما بتقول ايران بتبيع. التواجد الاسطول الخامس والقوات اللي موجوده في الخليج كله ده خير بالنسبه لهم، كلهم خير بالنسبه لهم. بس الواضح انه ده مش خير بالنسبه لنا، وانه اوضاعنا هي اوضاع حتى الان محاوله ايرانيه للامساك بها ولتحويلها الى اوراق ضغط ايرانيه. بهذا ننتهي من هذا المحور، ويسعدنا في ختامه أن نشكر ضيفاننا في الاستوديو سيادة اللواء الدكتور محمود خلف، أهلا بيك يا فندم، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، والأستاذ عادل السويدي الكاتب والمحلل السياسي الذي يشرفنا أنه من الأحواز العربية في إيران. أهلا بيك أستاذ عادل وشكرا جزيلا. بعد الفاصل نذهب إلى العراق. المناسبة البروتوكول الذي وقعه المجلس السياسي الذي يضم بعض فصائل المقاومة العراقية مع الولايات المتحدة، التداعيات والمستجدات في هذا الملف. صفا، جدد حياتك.